دي فوق يمين. الدبان. هو الدبان مستفز، هو ما بيعملش حاجه. انت جربت قبل كده تسيب دبانه تشوف اخرها معاك؟ انا عايز افهم حاجه، وانت ازاي تسيب الدبانه يعني عايز تشوف اخرها؟ ما اصل انت برضه الدبان حواليك. مره قلت والله لا اشوف اخرك بتعمل ايه، تقرصي، تمام تعبدي، تمام. تاكلي. طيب ماشي، هو الدبان انت تشوفها نحطها فين؟ نحطها في لئيمه ولا بتخوف ولا عاديه؟ لئيمه لئيمه لئيمه، عشان هي مزعجه يعني. لقم بلد يعني ما بتعملش حاجه بس كل شويه. ايوه، انت عارف ان هي بتفقد الذاكره؟ ايه بتفقد الذاكره كل قد ايه؟ كل تقريبا 10 ثواني 5 ثواني حاجه زي كده. مش الدبان بس، السمك برضه بيفقد الذاكره. السمك لما انت بتمسك السمكه وتحطها في انا اعرف السمكه ما اعرفش الدبان. والدبان بيفقد ذاكره. اعرف الدبان عنده عيون كتير قوي. لا بيفقد ذاكره تقريبا يعني لو عشان كده لما بتيجي مثلا تزقه بص لك بتلاقيه اوعى يا عم، فيجي يقعد. مين الدبان لما بيبقى واقف في حته فتيجي تضربه كده بتلاقيه بيقول لك اوعى يا عم، فاهم؟ وانا كنت بعمل ايه وهو واقف، فاهم؟ عشان كده تقعد تقول انت مستفز، انت مستفز، انت مستفز. خلاص حط الدبان في لئيمه. ناموس. لا الناموس ده وحش جدا. ده جربت اسيبه بقى اشوف اخره، ما بيبقالوش اخر. يعني احط الناموس في بتخوف على طول بقى وما نتكلمش عليه. لا هو الناموس انا ممكن اشوفه لئيم برضه. بيخوف يا ابني. الدبانه ما يجيبلكش، بحس ان هي ما تعورنيش. الناموس يعورني. لا بس الدبان بيبقى مزعج لما بيبقى فيه كميه كبيره منه، فاهم؟ والناموس بيبقى اوحش يعني. انت بس الناموس مش بيخوف. الناموس مش ايه؟ مش بيخوف. الناموس بيخش من تحت الهدوم يا زغلول. مش بيخوف يعني حطه بيخوف؟ ايوه طبعا. خلاص حطه بيخوف. اسال حتى اللي راحوا الجيش بقى، فاهم؟ ماشي يعني خلاص. اللي راحوا الجيش ممكن يقول ده ناموس المصايب بقى، اللي هو مصايف وجيش وشرطه وشعب خلاص كله. حطه في بيخوف. طيب النحله ديت الصراحه اشوفها تدرس. انت ممكن تعمل منها مشروع يعني، هي مفيده وحياتها كده. هو كده كل عارف ان النحل، فاهم، فنانه على فكره. بس من بعيد عن الناحيه دي، انت شايف ان النحله من وجهه نظرك لما انت قاعد في اوضه، احنا بنتكلم ان احنا قاعدين في اوضه والحشرات دي موجوده معانا دلوقتي، وانت شفت نحله، انت هتعمل ايه؟ مش هعمل حاجه. احس يا ابني النحله فنانه، هجيبها تقعد معاها تعمل معاها مزيكا. لا انا بالنسبه لي، انا لما النحله بص كده هتلاقي دايما عينيها. لو شفت نحله انا بتربي من مكاني، بقعد اجري كده وبقعد اروح يمين وشمال. لا حرام عليك. بالنسبه لي انا بتربي من النحله. هي تاذيك لو اذيتها، بس هي مرعبه. بتخوف يعني. بتخوف، انا شايفها بتخوف. طب ما نحطها في العادي مين الصراحه تدار، اصل هي فنان. انت متخيل لحد عينيه كله مناظر طبيعيه. خلاص نحطه في التدرس. ماشي، جميله ومفيده وعسل النمل يخوف. بحب اهتم بالنمل شويه والله. بحب اهتم بيه. الفكره نفسها ان النمل بعد اشوف هو عايز ايه، فاهم؟ انا بالنسبه لي النمل، انا بحب النمل قوي. ومن وجهه نظري اللي شايفه لا هو بيخوف ولا لئيم ولا عادي ولا كيوت. انا شايفه بيدرس من وجهه نظري. انا كنت بمسك اكل، كيس اكل وانا صغير، وبعد ابص على الحفر اللي فيها النمل، وبعد بقى اقول لهم جايب لكم طاعه يا جدعان. عشان هم صغيرين. ايوه، بعد احط لهم حتت كده هم ماشيين. وبعدين بحط لهم الاكل في الحفره، وبعد ما اصورهم هم بياكلوا بقوم عامل ازاي، بقوم عامل ايه، بقعد اعمل فويس اوفر. يا مجدي يا مجدي. انت مسميهم صدروا كتير. ده انت ايوه بقعد اعمل كده. يا مجدي لقيت بضاعه هنا، لقيت بضاعه هنا. لا عايز اقول لهم كتير قوي انت مجدي جيت في مره كنت عايز اعمل اكشن يعني، فاهم؟ هم بياخدوا الاكل بيفضلوا واقفين شويه، واحد بيفضل واقف شويه، بيفضلوا واقفين يقعدوا يبصوا كده، تقريبا بيطلعوا واحد مستكشف على الحاجه، ويقعد يبص هل ده كمين، هل ده مش عارف ايه. وبعدين بيستنى بالظبط بتاع نص ساعه، فجاه بتلاقي بقى ايه، في هوب 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 رايحين نجيب اكل للعائلات بتمشي. وتبقى انت باصص من فوق بتبقى شايفهم ماشيين من غير صوت. جبت قبل كده ميه ودلقت عليهم. حرام عليك انت يا اسطى كده غريق. هم بيقعدوا بس انت صغير قوي معاهم، انت كل شيء تجيب لهم اكل. ده كان زمان بقى، فاهم؟ هي النمل في نظام غريب، انا نفسي افهم بيعملوا ازاي، بيعملوا ليه، فاهم؟ ايوه وقاعد اشوف له فيديوهات وقاعد اشوف لهم حاجات غريبه فشخ. بس مش عايزك تقيم النمله مع النحله. لا النمله نفس الحته بتاعت النحله، في حاجه في مغزى المفروض ناخده منها. يلا بينا. ماشي. ضعفوكه كيوت على طول كده.
شكلها يعني شكلها اصلا كيوت. حطها تمسكها تلعب بيها تتصور معاها وتسيبها. حتى في الالفينات، في بدايه الالفينات كان في موضه، عارف انت لما كان البنات بتلبس فساتين فيها لون احمر، فخلاص نحطها في كيوت. فراشه كيوت على طول. بنات حط فراشه في كيوت من غير اي حاجه. العنكبوت انا عندي عادي، هو انا بحبه. انا اكلت قبل كده عنكبوت. كلت عنكبوت ليه؟ معرفش، فاكر نفسك شفت كنت انت فضولي بتحط لا كلت عنكبوت ليه؟ كنت بقى عايز ادوق طعمه كده، لقيت وطعمه كان عامل ازاي؟ والله هو كان عنكبوت صغير فمش فاكر طعمه. انا شايفه عادي، ممكن يبقى قاعد هنا باصص لك وعادي، بس كده في عناكب اعوذ بالله عادي. هو المفروض انا بالنسبه لي شايفه بيضرب، بس يلا نحطه في عادي قشطه. الجراد، ما انا معرفش الجراد ده بيعمل ايه لحد الان غير ان هو فاسد. ده فاسد، ده من الفيلم اللي هو بتاع ديزني اللي هو لما كان بيفلل لما كان بيروح يخطف النمل. لا انا اعرف ان لا غير الفيلم ان هو بياكل المحاصيل. ده انا فاكر في مره لما كنت شفت البتاع بتاع النمل ده، لما الجراد كان بيروحوا يخطفوهم. جبت جراده قبل كده وحطيتها في حفر النمل، قلت لهم خدوا حقكم. هم بعد ما يقطعوا في رجله هات الرجل دي يلا نمشي شويه. خلاص نحط الجراد. حرام عليك والله انت كده. هو كان ميت. الجراد يخوف. انا ما بخافش منه، بس دايما بشوفه في الاماكن الفاسده يعني البايظه. في المدرسه احنا كنا بنقفش الجراد في كيس، نفضل حاطينه في كيس كده، نجيب كيس مليان. لا ما بناكلوش، نقعد نجيبه ونحط في كيس ونشوف مين اكتر واحد جمع جراد، وبعدين في الاخر بنرميه. انا عندي انا شايفه بالنسبه لي انا شايفه عادي. ده نمل الكميره، مش عارف انا شفت في هانتر. لو بيعمل دماغ ماشي. شفت في هانتر نمل الكميره ده، وقعدت اشوفه بقى هو عامل ازاي كان شكل في الانمي اللي انا بتفرج عليه، كان بياكل بني ادمين وبتاع والجو ده. بعدين لما شفته طلع كده يخوف. نمل الكميره هو شكله يخوف الصراحه، حط على طول بيخوف. انا ما بحبش النمل. ماشي خلاص، عشان يبقى في نمل اتحط في الادارس ونمل هنا ايه. ايوه. الحشره دي اسمها كارمن دي تقريبا بياخدوا الصبغه بتاعتها، بيستخدموها في الروج وفي الاكل، والزبادي اللي بطعم الفراوله، اللبان اللي بطعم الفراوله تدرس. لا دي حاجه تخوف الصراحه. لو بتأذي ما كانوش حطوها في الحاجات دي. بس هي الموضوع مقرف، فاهم ان هي حشره، فاهم. ما هي الفكره نفسها لما انت تبقى بتاكل حاجه حلوه او طعمها حلو، بعدين في الاخر يجي حد يقول لك دي عباره عن كذا كذا، فبتحس ان الموضوع مقرف. انت بالنسبه لك ايه؟ انت من وجهه نظرك ايه؟ انا من وجهه نظري بشوفها عاديه. خلاص حطها في عاديه، وهي شكلها اصلا كشكل مش عارف هو ده شكلها الحقيقي ولا لا، بس هم جايبين لها صوره حلوه. شفت لها كذا صوره، لقيت شكلها شبه التوت، صغيره قوي كده تتفرقع كده. عاديه ماشي، بس بتتحط في اكلنا وشربنا وبقيتها معانا. الصرصار لئيم. الصرصار لئيم. انا بالنسبه لي الصرصار بيخوف. انت جربت تشوف الصرصار بيعمل ايه؟ جربت تشوف الصرصار بيعمل ايه معاك كبني ادم؟ ده بيعمل معاك اي حاجه. انا لا ما جربتش ارق. وانت؟ انا من خبرتي ما بحسوش مؤذي، بالعكس يا اسطى شكله مقرف. هو بيعيش في المجاري ويبقى عارف كده، فاهم. طب انا سمعت ان الصرصار ده نضيف جدا. نضيف ازاي؟ عايش ده في المجاري، كل ثانيه بينظف نفسه. شفت هو قاعد عمال بيعمل كده، بيفضل يعمل بايديه كده. ده الدبان تقريبا لو واقف على حاجه وتقعد عينك تزوم عليه بتلاقيه عمال بيعمل كده. بالصلاه على النبي كده يا ريس. الصرصار بيخوف. انا بالنسبه لي يخوف ماشي، عشان الناس كلهم بيخافوا. ايوه ما هي حاجه. مع انه على فكره في العادي منه والله هو عادي جدا ما بيخوفش. الباندا الاسبانيه شكلها حلو يعني، بس انا ما اعرفش هي بتعمل ايه. انا كنت بجمع حشرات فلقيت شكلها شدني فجبتها. شكلها حلو قوي الصراحه. احطها فين يعني؟ طيب احطها في كيوت. الدبانه الاسبانيه. طيب ماشي احطها في كيوت. خنفسه هي مش في بيتك، مش هتلاقيها خنفسه في بيتك، هتلاقيها في حديقه. انا عامه انا جايبك اصلا الحلقه دي عشان انا فاكر زمان واحنا صغيرين كنت انا ماشي جنب السلم كده، لقيتك ماسك خنفسه وعماله بتجري عليك وعمال بقول لك يا ممدوح في خنفسه. انت قلت لي مالها فيها ايه؟ كنت واخدها كده فضلت تمشي على ايدك، قلت لك يا كنت فجاه لقيتك خدتها وكلتها. كان فضول بس اعرف طعمها عامل ازاي. انت بتطلع لسانك واللون الابيض طالع من لسانك كده، اخضر مخضر شويه. ابيض ابيض مخضر، كان طالع لون ابيض. الطعم ده كان ايه؟ عشان انا من اليوم طعم ده رزاله. ايه طعم رزاله يعني ايه؟ انا الصراحه مش متذكره قوي، بس انا ممكن اشبهه شويه بالصديد اللي بيطلع من الودن. بس الموضوع مقرف قوي. مزز دلع. انت اصلا ليه كلت خنفسه؟ ادوقها يعني ليه؟ هو انا الوحيد اللي اكلت خنفسه صغيره؟ لا وقتها يابان يا باشا. لا يابان ايه؟ كلهم بياكلوا خنافس.
خنفسه ليه؟ اصلا الطبقه بتاعتها يا اسطى، طب ليه تخوف؟ يعني شكلها من الفصيله اللي هي بتاعت البرغوث والحاجه دي، بس على كبير، فاهم؟ اصل هي شبه الصرصار، ما انت بتأذي. بالنسبة لك شكلها كل وحش الحشرات- بس ما بتأذيش. حط يا عم ايه خوف. دودة الأز شايفها كيوت، اصل انا تدريس. كنت باخدها في ابتدائي تدريس فهي بتتدرس. مفيدة زي النحل. جيب لنا لو معاك قطن. منها تبقى غني. قطن بتجيب حرير، تحط على طول في دودرس. حرير طبعا. هم يلا. 44 فاهم؟ مم. حطها في ام بتخوف. متخيل ام 44 تحس اصلا دي حاجه هتجري وراك يوم القيامه، فاهم؟ اسمها ما اعرفش، بس انا بشوف دي كتير قوي، مش بشوفها انا يعني. عمري ما شفتها في حياتي، انا بشوف دايما فيديوهات ليها. لسه انا شفت عمري ما حاجه زي شفتها دي في قبل حياتي. كده، تبقى حاجه شبه الجراد كده. تقييمها في بيخوف عشان شكلها، بس هي لا، حاسس لا، ان لا، هي لا، ما بالنسبة لي بتخوف، عادية. يعني ما بتخوفش. لا انا بالنسبه لي عاديه. يعني دي عادية، اه واللي ولا تخوفك نحطها في لئيمه؟ عادية، خليها في عادية. عاديه صح. دي انا بقلب في الحشرات لقيت شكلها ملفت، ما عرفتش عنها اي حاجه، فحطيتها هنا في حطها في كيوت، يلا بينا، شكلها كيوت اصلا. حطها في كيوت. الحشره دي برضو شفت شكلها على وش انسان. لا قيمة باين، يعني باين بالوش. هي فيش. ما اعرفش دي خنفسه ولا فراشه. ما في، يعني هي بتقول من وشها بيقول. حطها شبه تعال بس هي شكلها نختار لها، بتخوف. نختار لها اسم هي شبه بني ادم، يعني ممكن عماد. ده عماد، ده الجراد هو اللي تحس اسمه عماد. يعني فاهم، تحس ان الجراد كده ايده الكبيره يفضل يقعد يعمل كده، فاهم؟ فتحس ان اسمه عماد. شكلها عجوز قوي يا اسطى بتاعي. خلاص حط في لئيم. دي تقريبا اللي هي اللي على اسمك اللي انت مسماه اوبي. دي ده اسمها فينوس. ايه؟ فينوس فلاي تراب. دي حشره اكيد. دي اللي بتاكل كل ده. بتاكل كل ده؟ حشره ولا دي ايه؟ نبتة. نبته. بس انا افتكرتها حشره. لا يعني نبتة. هي شبه الحشرات اصلا، ولا هي دي عشان اللي بتاكل كل ده، ماشي فدي خلاص. ممكن نخليها. لا خلاص يبقى احنا كده مش هنحطها هنا، ده انا ماشي. بس افتكرتها حشره مش عارف. وده كان فيديو انا جبت فيه حشرات عشوائيه وقعت قدامي، والتقييم ده تقييم عشوائي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم و احنا التصنيف الائتماني بتاعنا كان A+، النهارده يبقى تريبل C. مجنونة